السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ ومرحبا بكم في قناتي فاتي كويزين توب كويزين. انا كما راكم تلاحظوا على الصوره درت لكم الخفاف اللي جا خفيف وظريف وبنين وطري وخامر من الداخل. ما نحكي لكمش الخفاف وعليه الكلام. نقص لكم حبه قدامكم كما راكم تلاحظوا. شوفوا هنا كيفاش خرج خامر من الداخل وصدير فارغ، صدير ماشي معجن. كما راكم تلاحظوا خرج كيما تاع الخفاف تجي. قلت لكم خفيف وعليه الكلام. ندوزو مع بعض الكوزينه ونشوفوا المقادير مع بعض وتتحصلوا على هذه النتيجه. هيا بسم الله بدينا وعند بيصلينا. حاجه الاولى هنا عندي ريسيبيون السلادي، اي حاجه تعملوا بها. العبر اللي تعملوا به عندي هنايا استعملت جوج كيسان تاع الماء دافي. استعملت الاول ودرك راح نستعمل الكاس الثاني. هنا الماء لازم يكون دافي، ما يكون سخون، ما يكون بارد. فرغوا في الريسيبيون تاعكم. ومن بعد هنايا نزيد نضيف له الخميره فوريه. هنايا ديروا مغرف كبيره بومبي تاع الخميره تاع صبيغ تاع العشاء تاع اللي تاكلوا بها. انايا كوم هذه المغرف تاعي ما ترفدت مغرف ونص، ولا كانت المغرف تاعكم كبيره ديروا نتوما مغرف بيان بومبي وزيدوا معاها مغرف تاع السكر. دونك هنايا او ميم طون راني نهضر او ميم طون راني الفيديو تمشي صديق راكم تشوفوا بعينيكم او ميم طون راني نفهمك فيكم صديق راكم تشوفوا كلش قدامكم. هنا حاجه الاولى هنا خلط مليح بالفوي هذاك باش تفاعل معاكم الخميره. عندي هنايا كاس تاع السميد رطب خلطوا مليح. قسمه ندير لكم هذيك الفرينه مع السكر، سمحوا لي هذاك الخميره مع السكر باش يتفاعلوا مليح. انا كي تخلطوا مليح بالفوي واش ديروا تغطوا لمده 10 دقائق وخلوا باش تتفاعل معكم هذيك الخميره. انا كي تفتحوا تشوفوا هنايا كي شوفوا كيفاش تخمرت. انا تحسوا بلي خمرت طلعت شويه دات فقاعات هذوك نبابل. هنا خلطوا زيدوا عادوا فشوها بالفوي خلطوها. هنا ديروا الكاس الاولاني بيان سور كلش غربلوا سما الفارينه والسميد قد تهووهم قد ما تهووهم باش تخرج لكم عجينه. توسكي العجائن لازم تخموا الفارينه، لازم تهووها، لازم تغربلوها. هنايا استعملت الكاس الاول، دوك راح نستعمل الكاس الثاني تاع الفارينه وكاس تاع السميد. صافي هنا رانا في 3 نمشوا. هنايا من بعد اللي غربلتها عاود نخلط كلش بالفوي. هنا واش عندي مغرف تاع الملح على حسب الذوق تاعكم. شتوني انا درت مغرف كبيره مغرف صغيره سمحوني معمره تاع الملح. وهنايا راح ندير نص باكيت تاع ليفير شيميك تاع الحلويات. هنا نخلطوا كلش مع الفارينه، نخلطوا بين بالفوي فوالا كيما راكم تلاحظوا قدامكم. انا خلطوا مليح بالسرعه، ما تبطاش ما تطولوش على العجينه سينو باش ما تربكمش هذيك الفارينه اللي كريمو صديق. هنايا باش ما تعدلكمش الفارينه. نزيدوا هنايا نعمروا في الكاس الثالث كما راكم تلاحظوا قدامكم. دوك ما نقدرش نقول لكم العبر اكزاكتومون تاع لا فارين باسكو كل وحده كيفاش في الفارين تاعها تشرب. انا خلطوا مليح. وانا ماذا بيكم كي تخدموا نتوما المبتدئات توجور حكموا لا فارين تاعكم، غربلوها كيلو كيلو ونص واش عندكم لا فارين، غربلوها صفوها حطوها قدامكم باش كي تخدموا تجيكم سهله. باسكو تخدموا يديكم في العجين ومام تصفوها تغربلوها ما تقدروش تغلبكم. هنا كملت هذاك الكاس الثالث. استعملوا تدريجيا باسكو تقدر تشرب لكم تحبسوا صدق ما تدفعوش. كي دفعت في الاول جوج كيسان الاولين دوك كي تبداو في الثالث والرابع ديروا صدق ديروا بالعقل ما تدفعوش على خاطر بعد تحصلوا في العجينه. انا استعملت الكاس الثالث كاع فرغته راني خلطت بالفوي. دوك راح نستعمل الكاس الرابع كما راكم تشوفوا هنايا. انا مازالها باسكو لاباط بزاف جاريه ومازالها دوك مازال ما حكمتش روحها. ودوك نوريكم القوام تاع العجينه تاع الخفاف قد ما تجي خفيفه وجاريه وتتلاصق هذيك هي مليحه. بون هنايا دوك نحو الفوي لازم تستعملوا يديكم هنا باش تحسوا بالعجينه تاعكم في يدكم كيفاش هنا باش تحسوا بالقوام تاع العجينه. دوك تنحوا الفوي وهنا دوك تستعملوا يديكم. انا قبل ما تستعملوا يديكم ودخلوا يديكم في العجينه بعد تحصلوا انا تكوني كما قلت لكم لازم تكونوا لا فارين تاعكم غربلتوها وحطوها تكوتي. هنا راني في الكاس الرابع راكم معايا تحسبوا اخي معايا. هنا دوك نخلط بيدي باش نحس بالعجينه كيفاش راهي. هنا تاني نلموا المغرب شويه ما تخافوش. ماذا بكم خدموا بيد وحده والاخرى تشدوا بها باسكو بلا دخلتهم في زوج بعد تحصلوا ما كاش كيفاش تحقوا الماء ولا تحقوا الفرينه ما كاش شكون يجيب لكم. هنا استعملوا الفرينه تاعكم غير بالعقل. راني نخلط غير بالعقل. شوفوا هنايا الرابع الكاس الرابع كملته. فوالا خبطوا الاخر وسوا العجينه كاع وسوها شربوها. هنايا دوك هنايا شحال حكمت لي
حكمت لي 4 كيسان وقيس واحد ماشي 3، واحد 3 مغارف تاع الفرينه. هنا باسكو كيفاش صوتت لينا الكاميرا ولا مالي صورت معاكم مش عارفه كيفاش ما جازتليش. المهم درت 4 كيسان تاع الفرينه وواحد تاع السميد و3 مغارف فقط باش لميت بيهم طميت بيهم هذيك العجبه سو كانت جاريه. ومن بعد هنا كي تحصلوا كيما راكم شفتوا توجور يديكم شبخوا تكون ان بول تاع الماء يكون قدامكم الماء اللي استعملتوا هذاك دافي تحطوا يديكم داخل البول قسمه تشمخوا يديكم فقط باش يدي بالعجينه ما تلصقش في يديكم. اشاك فوا كون تشوفوا العجينه لصقت دخلوا يديكم في الماء وخبطوها هكذا. هنايا هنا باسكو ما فيهاش الدلك باسكو العجينه جاريه بزاف ما تقدروش تدلكوها ولا تعجنوها. هو الحل تخبطوها. هو الخفاف هذا واش يحب هذه هي لاستيش تاع الخفاف لازم تخبطوه من تحت الفوق هنايا باش تحسوا. ومن بعد انا بعد اللي خبطوا دخلت له العجينه كاع العجينه تاعكم بيه خبطوها. انا واش تحكموا البلاستيك يكون نقي بيض غطوها وخلوها تخمر في غدها. هنايا على حسب الوقت تاعكم على حسب الحال على حسب حراره المطبخ تاعكم ولا الغرفه اللي كنتو تخدموا فيها. هنا تاخذ لكم نص ساعه 30 دقيقه 20 حتى 20 دقيقه كما حبيتوا. ومن بعد انا شوف كي خمرت لي نعاود نحي هذيك العجينه لاصقه. شوفوا هنايا شفتوا هنايا شفتوها كي خمرت وهي العجينه غير تخمر خلاص بعد تلقى روحها. فوالا توجور هذاك البول تاع الماء لازم يكون قدامكم باش كي تدخلوا يديكم ما تحصلوش. هذه هي راس كيما قلت لكم لازم العجينه تخبطوها. كي تخبطوها هذا هو سر العجينه تاع الخفاف لازم تخبطوها اشاك فوا. شوفوا هنا انا جوست ندخل يدي شمخهم ماشي نزيد الماء للعجينه لا باسكو راهي جاريه. هنا باك دخلوا يديكم في الماء باش ما تحصلوش كي تخبطوها ما تحصلوش. شوفوا هنا كي تشمخوا يديكم فريمون ما تحصلوش بزاف. اشاك هنا واش درت لها خبطتها مليح سماك شويه نعجن فيها وانا كسرت لها الخمور صافي. هذه المره تاع دوك نعاود نغطيها ونخليها تخمر لمده 30 دقيقه ولا 20 دقيقه صافي. هذه المره الثانيه فوالا. هنا كي تخمر اشاك فوا تعاودوا تانيك تكرروا العمليه كما الخطره اللي فاتت. بيان سور هذيك العجينه اللي لاصقه في البلاستيك تاع نحوها ما تخلوهاش. وقلت لكم اشاك فوا الفال الاخر الخميره العجينه كي تخمر تشد روحها تحكم روحها تخافوش كاع منها. احكموا هذيك لاكوبات تاعكم اي حاجه اللي تنحوا بها شمخوا شويه بالماء باش تسهل لكم العمليه. ما تستعملوش الزيت الماء فقط. نعاود ندخل يدي تانيك في الماء توجور البول هذاك تاع الماء قدامي ندخل يدي في العجينه ودوك هناك شويه نعجن فيها ديك صديق نخبطها من تحت لفوق. هذا هو السر تاع العجينه تاعكم تاع الخفاف باش تخرجكم مليح. عاودوا تانيك خبطوا العجينه تاعكم. هنا صافي كنت تكسروها لا كنت ديغازيو فيها العجينه كنت تكسروها في الخمور تاعها. اشاك فوا شمخوا يديكم في الماء وعاودوا حطوا في العجينه باش ما تلصقش باش ما تغلبكمش في يديكم باسكو فريمون هنايا يتلاصق العجينه. المره الثالثه تانيك نعاود نخليها تريح. هي قد ما تريح راكو في الاحسن. نعاود نغطيها بالنيرو هذاك تاع البلاستيك نعاود نرجعوا لها نغطيها ونخليها تانيك ترتاح حتى كي تشوفها خمرت نحوا لها الاخر تاعها ووسوها صافي. هنايا المره الثالثه هنا المرحله الثالثه في الخمير تاعها نخلوها تخمر 3 خطرات. هذا هو سر النجاح تاع الخفاف تاعنا. نعاودو نحو بلاصتك هذاك تاعنا غير بالعقل. العجينه اللي تلصق نحوها شوفوا هنا فريمون شوف كيفاش تربات الخيوط صافي عرفوا العجينه تاعكم راهي مليحه. هنايا خمرت مليح العجينه ديالكم ديجا سبقت درت معكم من قبل الخفاف الله اعلم درتو بالدقيق صديق خلط درت شويه دقيق وشويه الفرينه وهنايا درت الاغلبيه درت الفرينه. عاودوا تاني كي يديكم شمخوهم بالماء وعاودوا خبطوا العجينه تاعكم اشاك فوا كيما درتو في المره الثانيه كيما درتو في المره الثانيه. هنا عاودوا تاني كخبطوها العجينه تاعكم مليح. شوفوا هنايا شوفوا كيما يطلق في البابل هذا هنا سما العجينه تاعكم ريحت مليح صدقوني. هنايا دوكا راح نمروا المرحله الاخيره راح دوكا نطيبوا الخفاف تاعنا راح نديروا خبيزات نحكموا دوكا هنايا نستعملوا الزيت في الاخير. استعملوا الزيت تاعكم شمخوا يديكم بالزيت مليح وحكموا هذاك البلاني وتحطوا الكريسات تاعكم في البلا دولوا الزيت باش كي تحطوا العجينه الكريسات تاعكم ما يلصقوش. شوفوا الكريسات هنايا نخدموا باسكو يديكم فيهم الزيت ما تخافوش اشاك فوا حطوا يديكم الزيت انا باش ما تلصقش العجينه في يدكم. هنا في المرحله الاخيره باش ديروا الزيت
اقريص ديروا قرصه تاعكم، حبيتوا الخفاف تاعكم تكبروه ولا تصغروه على حسب الخبيزات تاعكم. انايا قرصوهم ديروهم خبيزات صغار، دوك على حسب نتوما واش حبيتوا تكبروهم ولا تصغروهم. حطوهم في البلا هنا، كنت وزيتي الزيت ومن بعد غطوه ومن بعد شعلوا ديروا. دوك هنايا نغطيه لو طون نوجد المقله تاعي تاع الزيت، ما تخلوش يخمر خلاص باسكو ديجا خمر او خمر شحال مخمره. وعليك وقت ما يريح راهم مليح. نحكم توجور الزيت، دائما الزيت يكون قدامكم باسكو خلاص هنا راكم في المرحله الاخيره. نحكم الحبه تاعي هنايا، دوك نوريكم اني نوجد زوج مقاليد تاع الزيت. وحده ديروا فيها الزيت شويه ما ديروش بزاف، وهالك هذيك الاولى ديروا فيها هذه اللي درت استعملت الاولى من حطيت الحبه هنا ما ديروش بزاف الزيت. والمقله الدوزيام عمروها بالزيت. هذه هي لاستيس اللي يخرج من الوسمو تاعكم من الفخ الخفيف تاعكم يتغونفلا. ومن بعد هنا كي تشوفوها غير شدت روحها العجينه تاعكم طابت من تحت حكمت روحها، عاودوا رجعوها في المقله الكبيره تاع الزيت وعاودوا ارموا الزيت من الفوق. شوفوا هنا دوك تطلع وحده تبومبي غير واحد. شوفوا هنايا، هنا راني نوريكم ما نقطعش لا فيديو عليكم باش تشوفوا المراحل تاع الخفاف كيفاش يطيب في المقله. نعاود نكرر المره الحبه الثانيه تانيك، نعاود نحطها في المقله هذيك الصغيره اللي ما فيهاش بزاف الزيت، والنار لازم تكون قويه هنايا. ومن بعد كي يبدا يطيب لكم نقصوا النار في الكبيره ماشي في الصغيره. هنا شوفوا انا كي قلبتها، شوفوا ما انحرقت ما والو، بورتو كانت النار قويه. شوفوا قد ما ترموا الزيت فوقها بومبا واحد تغونفلا وتبومبي غير وحدها. دوك هنايا ماذا بكم لا عندكم القله تاعكم كبيره خير ديروا باسكو كي ديروا حبه هكذا باش يكون عندكم اللي تسع. شوفوا غير ترموا الزيت فوقها، شوفوا كيف تغونفلا وحدها. شوفوا سبحان الله العظيم. دوك انا باسكو استعملتها غير في المقله وحده نرميها ما تخرجتليش الحبه هكذا من الفخا كيما استعملتها هكذا جوج مقالي. دوك هذه هي لاستيس تاع الخفاف، تعملوا جوج مقالي باش يخرج لكم هكذا منفخ وبومبي وخامر. صدقوني يخرج لكم واحد الخفاف كيما تاع الخفاف تجي. هنا كي طيب لكم الحبه بيان سور نحوها، انا راح نحي الاولى ونخلي الدوزيام تبع عقلها. انا بيان سور الاولى داك ما تشوفوش باسكو الناس نقص نحيت المقله سيجيس، بعد كي ندير الحبه نزيد لها وندير المقله باش ما يتحرقليش برك الزيت. هنا نحيت هذوك جوج حبات تاوعي. شوفوا هنايا كيفاش كيفاش هنايا خرجوا لي خامي. حكموا حب العجينه تاعكم هكذا باسكو يديكم ديجا فيهم الزيت ما تخافوش. تقبوا الحبه في الوسط واسوها شويه كي شغل حلوها. من بعد كي تحلوها تشوفوا ديك الحفره كبرت شويه ارموها في المقله ديريكتومون. سي جوز غير تحكم روحها، هي غير تحكم روحها قيس ما ترفدوها. هاوليك شوف انا غير حكمت روحها عاود ترفدتها ودرتها في المقله الكبيره. جوز كي ترموها في المقله الكبيره ارموا عليها الزيت من الفوق، هي وحده تنفق وتغونفلا تشكلكم حبه خفاف ما شاء الله. على بالي هضرت كثرت عليكم هنا كثرت عليكم الهضره باسكو عطيت لكم الشرح بالتفصيل. فوالا دوك هنا راح نكرر بزاف معكم الحبات باش تشوفوا كيفاش تستعملوا الخفاف تاعكم. بيان سور قلبوها غير تاع تشوفوا حمارت من في لي دو كوتي، نحوا الحبه ديالكم. وهنا نحبوا نحوا الحبه ديالنا. ودوك نشوفوا هذاك. شوفوا هنا كي حكمت روحها انا رجعتها في المقله الكبيره. شوفوا غير نرمي عليها الزيت شوف كيفاش تنفخ تغوفلا. انا علاش استعملت بليزور الحبات معكم باش تشوفوا كيفاش الشكل تاعها. هنا ما تخافوهاش ما كيتقطع لكم. هنا انا باش ندير غير نقدر تقبع. شوف خرجوا جوج قبيص ماشي يعني ما تخافوش منها. غير شوفوا نحلت العجينه طلقت من يدكم ارموها قبيله فوق الزيت باسكو ديجا راهي خامره والعجينه ريحت مليح يخرج لكم الخفاف تاعكم هايل روعه. انايا شوفوا حكمت روحها من تحت. واش راح نديرو هنايا انا نرمو عليها الزيت من الفوق. انا مستحسن ارموها وهي تكون مقله فارغه باسكو شوفوا كي تكونوا جوج حبات فريمون تكون. شوفوا هنايا البابه شوفوا كيفاش نفخت هذه. هنا العجينه قد ما تريح قد ما تصيب روحها مليح. هادو الحبيبات الاخرين شوفوا كيفاش باسكو تنمو اللي يريحوا بزاف. شوفوا هنايا كيفاش ولاو. جوست غير ترموها في المقله الكبيره ارموا عليها الزيت من الفوق. دوروا الحبيبه تاعكم حتى طيب لي دو كوتي بيان سور. فوالا شوفوا هنايا كيف تتحكم فاسيلمون. هنا عاودوا رجعوها في المقله ارموا عليها
غنمو عليها سيغ بلاص الزيت من الفوق باش تخمر باش طيب. انا بيان سور الحبه تاعكم غير طيب. شوفوا انا نطرمو عليها غير طرمو عليها زيت من الفوق طيب الحبه، باسكو ديجا العجينه تاعكم ديجا راكم خدمتوها من قبل ريحت مليح. ومن بعد توجور كي تطيب الحبه نحوها ونخليها طيب عقلها وقلبوها تنحى. فوالا الحبيبه تاعكم كيفاش طابت. شوفوا هنايا كيفاش طيب. شوف كيفاش هنايا هذه جوستومون بالعاني وريتكم هذه الحبه الاخرانيه. شوف العجينه الاخرى اللي قعدت شوفوا كيفاش طابت كيفاش تبلت. دونك هذه هي النتيجه تحصلوا عليها. من بعد اللي يجوزوا على المراحل يجوز عليهم تتحصلوا واحد الخفاف كيما تاع برا يجي واحد الخفاف تجي. صدقوني نتوما غير نتوما سهله العمليه تاعها ديروا برك المراحل يجوز عليهم نتوما تحصلتوا على الخفاف كيما حب قلبكم. واش راح نقول لكم ان شاء الله تحصلوا على نتيجه هايله كيما راكم تصوفوا على الصوره. شوفوا دوك نقطع لكم حبه قدامكم وتشوفوها. شوفوا كيف من الداخل جات خامره وخفيفه ما فارغه من الداخل. شوفوا هنايا لاباط ماشي صدق ما فيهاش العجين ماشي متعجنه ماشي في بلاصه واحده. واش راح نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. واش راح نقول لكم والسلام عليكم. ما تبخلوش عليه باللايك وجربوها وبعثوا لي في لي كومونتير شوف كيفاش خرج لكم الخفيف تاعكم. واش راح نقول لكم والسلام عليكم يا بنات في مره في فيديو واحد اخر في وصفه اخرى جديده ان شاء الله. السلام.